اتنين بروكر يعني زي ما تقول نصبوا عليا، أو مش بنصبوا عليا، هم باعهم و... و... وخدوا طبعا عملاتهم وخدوا حاجتهم وخلاص. حاجات محدش هيقولك عليها في الريل استيت. تعالى اسمعك الفويس ده. ديت لو انت عايزة تبيعها في اي وقت تبيعيها، وبعدين بيسلموا على طول، وتشطيب وتكييفات. العميلة دي وغيرها كتير تحول الاستثمار العقاري بالنسبة لهم من فرصة ومكسب لكابوس. الو، مساء النور، اشتري عقار وابيعه في اي وقت، يعني في حدود شهرين كده واكسب ملايين؟ وماله وماله وماله. عايز تقول ايه يا عم مصطفى وانت بتكلم بروكر؟ اول ما تسمع جملة عقار بيتباع في اي وقت دوس على زرار ووقف الزمن واسأل نفسك الاربع اسئلة دول. اولا، العقار ده سعره مناسب للسوق ولا غالي ولا يعتبر سعره لقطة؟ وتسأل اكتر من حد، ما تاخدش كلام شخص واحد. تاني حاجة، العقار ده في مكان يقدر يخليني أأجره دلوقتي حالا أو استفيد منه قريب؟ وتروح تشوف ده بعينك. تالت حاجة، العقار ده في مكان حي وفيه خدمات ولا مكان نائي ولسه جديد؟ رابع حاجة والمهمة، العقار ده نادر يعني مفيش زيه كتير ولا موجود زيه أكتر من عقار؟ 1% بس من العقارات هو اللي تقدر تعمل فيه فليبنج. يعني ايه؟ يعني اشتريه النهارده وابيعه الشهر الجاي او الاسبوع الجاي واحقق فيه ربح، اللي هي جمله ابيعه في اي وقت. وده ما يعتبرش استثمار قصير الاجل لان المخاطر هنا عاليه، فيعتبر اما مكسب كبير او خساره كبيره. فانت لو تاكدت من اجابات الاسئله اللي احنا قلناها دي، دوس على الزرار وارجع الزمن تاني وقول للبروكر اللي بيكلمك النمره غلط يا عمان. الفليبنج ده ريسك كبير ومحتاج خبرات كبيره وعين صاحيه وفلوس زياده عن حاجتك، فلوس عندك استعداد تخسرها لو ما نجحش الفليبنج. ولكن ما ينفعش تفليب في شقه عمرك ولا في شقه الاولاد ولا حتى اخر فلوس معاك، عشان ما تبقاش زي العميله بتاعتنا، لا عارفه تدفع الاقساط ولا عارفه تخرج منها حتى ولو كانت الخساره كبيره. انا ما توقعتش اسمع الكلام ده في 25 و26 لاني عارف ان في 23 و24 السوق كان فيه مضاربات كتير. انا شخصيا خدت مخاطرات بمضاربات مع عملاء في الوقت ده، وده بسبب عدم استقرار الاقتصاد وتضارب العمله في الوقت ده. فكان في مضاربه في كل الاسواق وكل السلع، الذهب، العربيات، العملات، كروت الشاشه. ولكن مش طبيعي ان عميل يقع في نفس الغلطه في 2025. فيا ريت نخلي بالنا يا جماعه عشان معدومي الضمير بقوا كتير. مصطفى سمير، ريل استيت ايجنت.